بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة كالعادة نسبة حضور بالصلاة على الرسول، ونضغط اللايك الجميل، واللي بيحب النبي يصلي عليه. عشان معانا زي ما انتوا شايفين مجموعة من الكتاكيت الصغيرين عمر 6 ايام زي ما انتوا شايفين. وطبعا الكتكوت الوقتي بقى له حكاية كبيرة، ووصل سعره من 22 إلى 26 و27، وكل ده بسبب ارتفاع أسعار الأبيض التسمين، وكمان بسبب المعروض القليل شويتين من الكتاكيت، وبسبب دورة رمضان كمان. فناس كتير من المربيين مقبلين على تسكين الكتاكيت عشان دورة رمضان. بس هنا نقدر نقول لكم ان هيكون في هبوط في اسعار الابيض التسمين خلال الايام الجايه، وان الناس اللي بتسكن كتكوت غالي في الوقت الحالي هتندم بعدين، وما يلومش غير نفسه، عشان ما ينفعش يسكن كتكوت ب25 جنيه ويأكل علف ب75، وأدوية بيطرية وكمان تدفئة ومصاريف نسرية. كل ده هيتضاف عليه، وفي الاخر التكلفة معاه هتزيد، وبعد كده المفروض بتزيد على المستهلكين. وطبعا البيع والشراء وحركة البيع والشراء للأسف الشديد قليلة شويتين، وعدينا مرتبات الموظفين والمعاشات، وجو السوق بدأ يهدى شويتين في الوقت الحالي. فالناس اللي هتبيع ابيض تسمين في الوقت الحالي، واللي باع ب70 وب71 وب72 وب75، دي كلها ارزاق. وطبعا جو سوق، عشان كان الابيض التسمين قليل شويتين، والطلب كان كويس في الفترة اللي فاتت. اما في الوقت الحالي فالطلب هدى شويتين، وبدأ السوق يعد عد تنازلي. وما نلومش اللي بيسكن كتاكيت، ما يلومش غير نفسه في الايام الجايه من ابو 25. عشان تعرف أسعار الدواجن ومعلومات كتير عن صناعة الدواجن وعن أسعار الدواجن ومؤشر السوق، تابعنا على صفحة بورصة المنصورة للدواجن إدارة الحاج عبد المغيث، وعلى قناة رئيس جمهورية الفراخ على اليوتيوب. بنعمل بثات وفيديوهات بنوضح فيها جو السوق ومؤشر السوق ومشاكل العاملين في صناعة الدواجن أجمعين، سواء تجار أو مربيين أو منتجين. لا بننحاز لا كبار ولا لصغيرين، بس بنقول الحق، سواء في زيادة أسعار أو في هبوط أسعار أو في مشاكل خاصة بالمربيين أو المنتجين أو العاملين في مجال صناعة الدواجن أجمعين. بنحبكم في الله، وربنا يرفع عننا وعنكم الوباء والغلاء، وربنا ييسر لنا وييسر لكم كل أمر عسير. نشوفكم على البث المباشر الساعة 10 11 بالليل، ونشوفكم من خير لخير، وما ننساش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله.